السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء وحبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده نحل أول درس من دروس منهج الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، درس الزراعة في وطننا العربي. الحل من كتاب الامتحان 2024. هنحاول كده ننزل على القناة لحبايب الطلبة اللي معاهم كتاب الأضواء حل كتاب الأضواء على القناة، فتابعونا. أتمنى يا رب تكونوا وفقتوا في الترم الأول. يا ريت كده نحتفل مع بعضينا وتطمنونا على الدرجة بتاعتكم وتكتبوا درجتكم أسفل التعليقات عشان نطمن عليكم حبايب الطلبة اللي كانوا متابعين القناة، وكمان الطلبة والطالبات اللي انضموا للقناة وأول مرة يشوفوا فيديوهاتنا على اليوتيوب. اللي معاش كتاب الامتحان هيبعت لي رسالة، تمام، او هيلاقي في الوصف ان شاء الله رابط كتاب الامتحان، وان شاء الله نحاول ننزل لكم كمان رابط اللي هو كتاب الاضواء. الكل موجود، والحد دي بدأت تنتشر على النت، يعني ممكن الانترنت ممكن تحمل كتاب الاضواء او كتاب الامتحان عادي يعني، والدنيا تمام. طلعنا الصفحة يا مستر وجاهزين، ويلا كده نركز مع بعضينا. صفحة 17 أسئلة على الدرس الأول اللي هو عنوانه الزراعة في وطننا العربي. الوحدة الأولى سهلة جدا بتاع الجغرافيا، والجغرافيا في الترم الثاني سهلة جدا عن الترم الأول، لكن التاريخ هو اللي مليان شوية. أول سؤال لما يقول لي اختر رقم واحد: عرف الإنسان قديما حياة الاستقرار والبعد عن حياة الترحال، وده طبعا بفضل ممارسة الزراعة. يبقى رقم واحد الإجابة الزراعة، مش محتاجة يا مستر. رقم اتنين لما يقول من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة في وطننا العربي. طب هي العوامل الطبيعية للزراعة لقيام الزراعة في الوطن العربي؟ عند المياه العذبة، وعند التربة الخصبة، والمناخ المتنوع. برافو عليكم. يبقى احنا هندور على واحدة من التلاتة دول، يا المياه العذبة يا التربة الخصبة يا المناخ المتنوع. الأيدي العاملة لا يا مستر، دي بشرية. رأس المال برضو بشرية يا مستر، الفلوس والدولارات بشرية. التربة الخصبة يعني الأرض الزراعية الخصبة اللي بتزرع، طبعا هي دي الإجابة الصحيحة من العوامل الطبيعية. تمام. طبعا أهم العوامل الطبيعية وأهم عوامل قيام الزراعة المياه العذبة، خلي بالكم. رقم ثلاثة من العوامل البشرية التي ساعدت على قيام الزراعة. طب هي العوامل البشرية قلنا الأيدي العاملة ورأس المال والسوق، يبقى من العوامل البشرية رأس المال، والباقيين عوامل ايه؟ طبيعية. برافو، حاولوا على قد ما تقدروا تستفيدوا من السؤال. رقم أربعة تعتمد الزراعة في اليمن بشكل رئيسي على مياه نقط. لما خدنا مناطق توطن الزراعة وقلنا الزراعة في اليمن، أو من مناطق توطن الزراعة على المطر الزراعة في دولة اليمن، يبقى تعتمد الزراعة في اليمن بشكل رئيسي على مياه نقط، على مياه الأمطار. رقم خمسة تعتمد معظم الأجزاء الجنوبية لدولة الصومال في الزراعة على نقط. طبعا أيضا من ضمن المناطق اللي بتعتمد على الزراعة على مياه الأمطار جنوب الصومال، يبقى تعتمد معظم الأجزاء الجنوبية لدولة الصومال في الزراعة على مياه الأمطار. تمام، يبقى الإجابة هنا مياه الأمطار. رقم ستة من الدول العربية الأفريقية التي تعتمد جهاتها الشمالية في الزراعة، خلي بالكم، بشكل أساسي على مياه الأمطار، اللي هي البلاد المطلة على البحر المتوسط: سوريا ولا موريتانيا ولا المغرب ولا عمان. جهتها الشمالية على مياه الأمطار، الإجابة هنا دولة المغرب. يبقى الإجابة هنا يا مستر دولة مين؟ المغرب. ده بالنسبة لرقم ستة. تمام، خلصنا رقم ستة، هنروح لرقم سبعة. رقم سبعة ما يقول تقوم الزراعة في سواحل الدول العربية بحوض البحر المتوسط اعتمادا على نقط. طبعا سواحل الدول العربية بحوض البحر المتوسط تعتمد فيها الزراعة على مياه الأمطار بشكل رئيسي. ده بالنسبة لرقم سبعة. رقم 8 تقوم الزراعة في دولة العراق على مياه الأنهار، ومن ضمن الأنهار دي طبعا كلكم حافظينه نهر الفرات، وكمان يا مستر نهر دجلة. تمام. السؤال اللي بعديه رقم 9 تعتمد الزراعة في المناطق نقط بالوطن العربي على المياه الجوفية، يبقى أكيد يا مستر المناطق الصحراوية. 10 تتوافر كل أنواع موارد المياه المستخدمة في الزراعة، سواء كانت مياه نهر، تمام، أو مياه أمطار أو مياه جوفية، بدولة نقط بدولة ليبيا.
ليبيا دي فيها أمطار وفيها جوفية لكن ما فيهاش أنهار. مصر هي مصدر الإجابة الصحيحة. مصر فيها 3 موارد، فيها أمطار موجودة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط، وفيها مياه نهار اللي هو نهر النيل، وفيها مياه جوفية في الواحات زي الداخلة والخارجة. يبقى الإجابة هنختار مصر. السؤال رقم 11: أي من الأشكال الآتية يعبر عن نسبة عمل سكان الوطن العربي بحرفة الزراعة؟ وإن الزراعة يعمل بها نحو نصف سكان الوطن العربي. يبقى الإجابة باء، نحو نصف سكان الوطن العربي. يبقى نختار باء. خلصنا كده سؤال 11 وخلصنا أول صفحة في التدريبات. يلا نكمل الصفحة التانية. دي صفحة كام يا مستر؟ عفوا ما كانتش باينة، يبقى قلنا باء ما كانتش باينة. يلا نكمل الصفحة اللي بعديها صفحة 18. يلا يا مستر. صفحة 18 رقم 12: اختر الإجابة الصحيحة. أي من الدول المشار إليها على الخريطة المقابلة يمكنها استثمار رؤوس أموالها في القطاع الزراعي بدولة عربية؟ يعني من الدول العربية التي لديها رؤوس أموال، يا ترى الدولة رقم 1 ولا دولة رقم 2 ولا 3 ولا 4؟ رقم 1 السعودية، رقم 2 السودان، 3 العراق، 4 الصومال. طب أي دولة من الدول دي عندها رؤوس أموال؟ هتقول لي السعودية يا مستر، دول الخليج العربي. يبقى نختار ألف، دولة رقم 1. ده بالنسبة لسؤال 12. سؤال 13 سؤال كتاب مدرسي: تعتمد الزراعة في معظم الوطن العربي على نقط. طبعا معظم الوطن العربي تعتمد في الزراعة على مياه الأمطار، وده سبب مشكلة تذبذب الإنتاج الزراعي بسبب اعتماد معظم الزراعة على مياه الأمطار وهي غير ثابتة أو متذبذبة. يبقى الإجابة هنا هنختار الأمطار. السؤال رقم 14: يعود السبب الرئيسي لتذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي لسه قايلين اللي هو الأمطار وتذبذب كميات الأمطار. يبقى الإجابة عدم ثبات كميات الأمطار، عدم ثباتها وتذبذبها في أوقاتها وكمياتها. السؤال رقم 15: تتعدد المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي ومنها الذي يعود لأسباب طبيعية وبشرية معا. مشكلة نقط، يعني من ضمن المشكلات اللي بتتعرض لها الوطن العربي الزراعة في الوطن العربي، وبيكون ليه أسباب طبيعية وليه أسباب بشرية، اللي هي طبعا مشكلة التصحر. مشكلة التصحر ليه أسباب طبيعية زي زحف الرمال، وزي مشكلة تناقص أو تفاوت كميات المطر، وليه أسباب بشرية. ومن ضمن الأسباب البشرية قطع الأشجار والإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة والرعي الجائر غير المنظم. يبقى هذه إجابة رقم 15: تتعدد المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي ومنها الذي يعود لأسباب طبيعية وبشرية معا، اللي هي مشكلة حدوث التصحر. السؤال الأخير في اختر رقم 16: من العوامل البشرية التي تؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي. من العوامل البشرية: تذبذب الأمطار دي طبيعية، زحف الرمال طبيعية، الرعي الجائر هي دي يا مستر غير المنظم بشرية. يبقى الإجابة الرعي الجائر، وده من أسباب حدوث التصحر البشرية. خلصنا السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. نحل السؤال الثاني. أكمل العبارات بما يناسبها. رقم 1: تتمثل موارد المياه العذبة السطحية في الأنهار والبحيرات، برافو عليكم، البحيرات العذبة، بينما موارد المياه الجوفية تتمثل في العيون والآبار. تمام. رقم 2: توجد التربة الخصبة على ضفاف الأنهار مثل نهر نقط في مصر والسودان، نهر النيل. رقم 3: يساعد تنوع المحاصيل في الوطن العربي في تحقيق نقط ونقط التبادل والتكامل بين دوله. يبقى في تحقيق التبادل والتكامل بين دوله. ده بالنسبة لرقم 3. رقم 4: تعد دول الخليج من الدول العربية التي تمتلك نقط اللازمة لقيام المشروعات الزراعية، اللي هي رؤوس الأموال. رؤوس الأموال اللازمة لقيام المشروعات الزراعية. تمام. خلصنا سؤال أكمل. هنحل السؤال اللي بعديه، سؤال الخرائط. سؤال رقم 3 سؤال الخرائط، وأول خريطة عطالي بيقول لي رقم 1 المحيط نقط. المحيط اللي احنا حافظينه على ايد الشمال كده في الغرب، المحيط الأطلنطي، برافو. طيب رقم 2 البحر النقط، البحر الأحمر يا مستر. تمام.
رقم 3 نهر نجد، دي دولة العراق، ده دجلة وده الفرات، يبقى اللي تحت ده نهر ايه؟ الفرات. رقم 4 نهر نجد، طبعا حافظين ده كله، ده نهر النيل، نهر النيل. رقم 5 منطقة الزراعة على المياه الجوفية، اللي هي منطقة الواحات الداخلة والخارجة، الواحات الداخلة والخارجة في مصر، منطقة الزراعة على المياه الجوفية، وبتوجد في الصحراء الغربية. رقم 6 منطقة الزراعة على الأمطار، رقم 6 اللي هي جنوب دولة الصومال، جنوب دولة ايه؟ الصومال. تمام، ده بالنسبة لرقم صفحة رقم 18. خلصنا سؤال 3، سؤال الخريطة، لسه في سؤال تاني تبع الخريطة اللي هو سؤال 4. تمام، وطبعا النظام المختلف شوية في الخرائط اللي هو يقول لي يشير الرقم والكلام ده. سؤال رقم 4 استعن بخريطة الوطن العربي التي أمامك وأجب عما يأتي. رقم 1 يشير الرقم 5 لدائرة عرض نقط. رقم 5 دائرة عرض دي يا مستر، برافو عليكم، مدار السرطان. تمام، مش معنى قال لي دائرة عرض يبقى الاستواء، الاستواء هي تخلي بالكم ادي الاستواء تحت خالص في جنوب الوطن العربي. بعد كده الرقم نقط يشير إلى المحيط الهندي، الرقم نقط يشير إلى المحيط الهندي، المحيط الهندي الرقم 1. بعد كده الرقم 2، فين الرقم 2؟ ده البحر المتوسط، يشير إلى مسطح مائي اللي هو البحر المتوسط. بعد كده 4 يوجد بالدولة رقم نقط أكبر تنوع لتوطن الزراعة اللي قلنا عليها دولة مصر، يبقى الدولة رقم 6. بعد كده 5 يمثل الرقم 3 منطقة الزراعة على نقط، رقم 3 تمام، منطقة الزراعة على المطر، برافو، اللي هي جنوب دولة مين؟ موريتانيا، جنوب دولة موريتانيا. تمام، خلصنا كده سؤال 4. يلا نحل سؤال 5، اكتب صواب أو خطأ مع التصويب، عطيني 12 وعدة صواب وخطأ. رقم 1 الحضارة المصرية القديمة من الحضارات التي قامت اعتمادا على الزراعة، صواب. قلنا الحضارات اللي قامت اعتمادا على الزراعة الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد العراق. رقم 2 يعتبر السوق من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة، غلط يا مستر، من العوامل البشرية. بعد كده يمتلك الوطن العربي أيدي عاملة زراعية مدربة ذات خبرة وكفاءة عالية، صواب، يبقى رقم 3 صواب. رقم 4 أدت زيادة السكان بالوطن العربي لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية. لما قلنا زيادة الطلب على المنتجات الزراعية لا، بسبب زيادة السكان، تمام، وارتفاع مستوى المعيشة، يبقى رقم 4 صواب. رقم 5 تنتشر الزراعة على الأمطار في الأجزاء الشمالية للوطن العربي، صواب، الأجزاء الشمالية وفي اليمن وجنوب موريتانيا وجنوب الصومال. رقم 6 تقوم الزراعة في العراق بشكل أساسي على الأبار والعيون، غلط يا مستر، على مياه الأنهار اللي هو دجلة والفرات، الأنهار اللي هم نهري دجلة والفرات، ده بالنسبة لرقم 6. رقم 7 تقوم الزراعة في الواحات الداخلة والخارجة بمصر على مياه الأمطار، واحات يا مصر، غلط، يبقى مياه جوفية مش مياه أمطار. رقم 8 الزراعة أكبر الأنشطة الاقتصادية التي يعمل بها السكان، صواب، حيث يعمل بها نحو نصف السكان. رقم 9 ازدهار النشاط الزراعي يساعد في تطور النشاط الصناعي، لما خدنا أهمية النشاط الزراعي، صواب. رقم 10 تدخل الخضروات والفاكهة في صناعة الأغذية المحفوظة، صواب، خضروات والفاكهة في الأغذية المحفوظة، صواب، زي المربى كده والعصاير والكلام ده. 11 بتوجد أراضي صالحة للزراعة في الوطن العربي غير مستغلة، لما خدنا مشكلات الزراعة اللي هي عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، يعني معنى كده إن في أرض غير مستغلة، يبقى صواب. آخر سؤال قطع الأشجار من الأسباب التي تؤدي للتصحر، صواب، قطع الأشجار والرعي الجائر والإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة. خلصنا السؤال رقم 5، هنحل السؤال رقم 6 بما تفسر. أول سؤال قيام الحضارات في مناطق الزراعة، طبعا أقول له بسبب توافر العوامل التي ساعدت على الزراعة واستقرار الإنسان، يبقى بسبب توافر عوامل قيام الزراعة، تمام، اللي هي العوامل الطبيعية والبشرية والتي ساعدت على
استقرار الإنسان، وممكن أقوله لأن الزراعة ساعدت على استقرار الإنسان، وبالتالي قيام أعرق الحضارات زي الحضارة المصرية القديمة وزي حضارة بلاد ما بين النهرين. ده بالنسبة لرقم 1. رقم 2 قيام الزراعة في الوطن العربي، لسه جايلين الإجابة بسبب توافر عوامل قيام الزراعة، بسبب توافر عوامل أو العوامل اللازمة لقيام الزراعة، ونكتب له العوامل اللي هي العوامل الطبيعية لازمة لقيام الزراعة. تمام، قلنا نوعين، طبيعية وعوامل بشرية. برافو. الطبيعية اللي هي المياه العذبة والتربة الخصبة، المياه والتربة والمناخ، دي عوامل طبيعية. العوامل البشرية الأيدي العاملة ورأس المال والسوق. الأيدي العاملة رأس المال والسوق. يبقى دي إجابة رقم 2 بما تفسر قيام الزراعة، قوله بسبب توافر العوامل اللازمة لقيام الزراعة، ونكتب العوامل. سؤال 3 تنوع المحاصيل. لا المحاصيل في الوطن العربي تتنوع، طبعا ده بسبب تنوع المناخ، بسبب تنوع المناخ، خلي بالكم. يبقى تنوع المحاصيل الزراعية بسبب تنوع المناخ في وطننا العربي. تمام، خلصنا صفحة 19. يلا نروح حبايب الطلاب للصفحة اللي بعديها، صفحة رقم 20. يلا يا مستر. صفحة رقم 20. السؤال رقم 4 بما تفسر اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. لا بتختلف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي طبعا بسبب تنوع مصادر أو اختلاف مصادر المياه العذبة، يبقى بسبب تنوع مصادر المياه العذبة. تمام، مصادر المياه العذبة عندنا مياه أمطار ومياه جوفية ومياه ري عن طريق الأنهار، يبقى أقوله بسبب تنوع مصادر المياه العذبة بالوطن العربي. السؤال 5 سؤال سهل من الأسئلة اللي احنا حافظينها، أسئلة تذكر. أهمية الزراعة في الوطن العربي، أول حاجة توفر 3 حاجات. توفر احتياجات السكان من المواد الغذائية المختلفة، مش مكفية كمان يا مستر، وبتوفر فرص عمل لكثير من الشباب، وبتوفر رؤوس أموال اللي هي لازمة لقيام المشروعات، وتوفر مواد خام بتدخل في الصناعة. يبقى دي إجابة رقم 5. أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي بتوفر لينا 4 حاجات. السؤال رقم 6 التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج في معظم البلاد الزراعية. لا يعني يتم التوسع في النشاط الزراعي بسبب زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، ده أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين المنتجات لتبقى منافسة لغيرها من منتجات الدول الأخرى. يبقى أنا أقول بسبب زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الوطن العربي. تمام. طب زيادة الطلب نفسها ليها سؤال بما تفسر. لو قال لي في زيادة في الطلب ليه، أقول له بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة. طب السؤال 7 تذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي. قلنا بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على مياه الأمطار وهي غير ثابتة. يبقى بسبب اعتماد معظم الزراعة على مياه الأمطار في الوطن العربي الكلام ده، وهي غير ثابتة في أوقاتها وكمياتها. السؤال الأخير بما تفسر حدوث التصحر، اللي هي أسباب حدوث التصحر. أقول له بسبب تفاوت كميات المطر وزحف الرمال اللي هي الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار، ندخل بقى على العوامل البشرية مصدر، والرعي الجائر. تمام. والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة، والإفراط في زراعة المحاصيل اللي بتتعب وتجهد التربة. ممكن يجيب لي واحدة من دولت يقول لي ما النتائج عليها، أقول له أدى ذلك إلى حدوث مشكلة التصحر. ده بالنسبة لرقم 8 بما تفسر.
خلصناه. هنحل ما النتائج. السؤال رقم 7، ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية؟ لسه جايلين الإجابة بتاعته فوق. أدى ذلك إلى، بقول له أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج، أو العمل على زيادة الإنتاج من خلال التوسع في النشاط الزراعي وتحسين المنتجات، أو العمل على تحسين المنتجات الزراعية لتبقى منافسة لغيرها من منتجات الدول الأخرى. يبقى دي نتائج زيادة الطلب على المنتجات الزراعية. تمام. النتائج المترتبة على الافراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة، أقول له أدى إلى حدوث مشكلة التصحر. حدوث مشكلة إيه؟ التصحر، لأن هي دي مصدر من أسباب مشكلة التصحر في الوطن العربي، وأدى إلى قلة إنتاج الأراضي الزراعية. سؤال رقم 3 نفس المعنى أو نفس إجابة سؤال رقم 2. تفاوت كمية المطر وزحف الرمال على الأراضي الزراعية، برضو ده مصدر أدى إلى حدوث التصحر. يبقى أقول له أدى ذلك إلى، أو أدى إلى حدوث ظاهرة التصحر. أدى ذلك إلى حدوث ظاهرة أو مشكلة التصحر في الوطن العربي. تمام. خلصنا كده حبايبي وأبطالي. سؤال 7. هنحل سؤال 8. دلل. أعطيني هنا سؤالين دلل سهلين. رقم 1، امتلاك الوطن العربي موارد مائية عذبة متنوعة، يبقى نكتب له الموارد المائية العذبة. يبقى أقول له حيث تتمثل موارد المياه العذبة في رقم 1 مياه الأمطار، رقم 2 مياه سطحية اللي هي الأنهار والبحيرات. تمام. وبعد كده مياه جوفية اللي هي الآبار والعيون. مياه جوفية اللي هي الآبار والعيون. يبقى رقم 1 عايز مننا ايه؟ هنكتب له مصادر المياه العذبة في الوطن العربي. سؤال سهل. السؤال رقم 3، يمكن إقامة مشروعات زراعية كبرى بالاشتراك بين الدول العربية. دلل. نقول حيث تمتلك بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية. يبقى حيث تمتلك بعض الدول العربية رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية. تمام. في الدول التي تمتلك أراضي زراعية خصبة، مثل السودان ومصر وأي دولة تاني بقى نضيفها براحتكم. تمام. يبقى دي إجابة رقم 2. خلصنا كده سؤال 8. هنحل سؤال 9. ماذا يحدث إذا لم توجد مجاري أنهار بالوطن العربي؟ طبعا مجاري الأنهار دي مهمة جدا، ساعدت على تكوين التربة الخصبة وتوفير مصادر المياه العذبة وقيام الحضارات. يبقى أقول له لم تتكون تربة خصبة اللي هي تربة السهول الفيضية حولها. تمام. وتاني حاجة لم تقم الزراعة وأعرق الحضارات بالوطن العربي زي الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق، واقتصرت مصادر المياه في الوطن العربي على المياه الأمطار والمياه الجوفية، أو اعتماد الزراعة على الأمطار والمياه الجوفية فقط. ده بالنسبة لرقم 1 ماذا يحدث. رقم 2 ماذا يحدث إذا زادت كميات الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ طبعا تذبذب كميات الأمطار أدى إلى حدوث تذبذب الإنتاج الزراعي. يبقى أقول له عدم حدوث تذبذب، مشكلة تذبذب في الإنتاج الزراعي وزيادته. تمام. وقلة حدوث التصحر، وقلة حدوث مشكلة التصحر.
ده بالنسبة لرقم 2. ماذا يحدث إذا زادت كميات الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ والأسئلة دي أسئلة فهم، يعني بنكتب من فهمنا وإن شاء الله تاخدوا درجاتكم. سؤال 3. توسعت، ده أسئلة مستويات عليا. ماذا يحدث إذا توسعت الدول العربية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة؟ طبعا برضو أسئلة المستويات العليا بتعتمد على درجتكم في الحل، تكتبوا براحتكم. طبعا أقول له سيؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. تمام. ممكن نقول له قلة الاعتماد على الأيدي العاملة، وممكن نقول له حل مشكلة الزراعة بالوطن العربي. يعني أي إجابة هتبتكروها هتتحسب صواب، لأن دي أسئلة ابتكار اللي هي أسئلة المستويات العليا. خلصنا صفحة 20. يلا نكمل أبطالي وحبايبي صفحة 21. يلا يا مستر صفحة 21. السؤال اللي كلنا بنقلق منه: ما العلاقة بين كل من الزراعة والحضارات؟ طبعا الزراعة ساعدت على استقرار الإنسان وبالتالي قيام أعرق الحضارات، يبقى أقول له ساعدت الزراعة أو ساعد قيام الزراعة، تمام، على استقرار الإنسان أو استقرار السكان يعني، وبالتالي قيام أعرق الحضارات في الوطن العربي مثل الحضارة المصرية القديمة. القديمة. ده بالنسبة لما العلاقة رقم 1. طيب ما العلاقة رقم 2؟ موارد المياه العذبة ومناطق توطن الزراعة. احنا قلنا مناطق توطن الزراعة تتنوع بسبب تنوع مصادر المياه العذبة، يبقى أقول له أدى تنوع مصادر المياه العذبة إلى تنوع مناطق توطن الزراعة، وأكتب له مناطق توطن الزراعة والتي تتمثل في زراعة على الأمطار وعلى الري من الأنهار وعلى المياه الجوفية اللي بتوجد في الواحات بالصحاري. يبقى دي إجابة رقم 2. يبقى أقول له أدى تنوع موارد المياه العذبة إلى تنوع مناطق أو اختلاف مناطق توطن الزراعة. السؤال اللي بعديه: ما العلاقة بين المناخ والمحاصيل الزراعية؟ طبعا أقول له أدى تنوع المناخ إلى تنوع المحاصيل الزراعية، يبقى أدى تنوع المناخ في الوطن العربي إلى إنتاجه محاصيل زراعية متنوعة، وأدى إلى إنتاج الوطن العربي محاصيل زراعية متنوعة. تمام. ويمكن استغلال ذلك أو استثمار ذلك في تحقيق التبادل والتكامل. مش لازما يا مستر. السؤال 11: أي المحاصيل الزراعية تعتمد عليها الصناعات الآتية؟ الغزل والنسيج، ده طبعا القطن، غزل والنسيج القطن. السكر، قصب السكر والبنجر. بعد كده حفظ وتعليب الأغذية اللي هي الفاكهة والخضروات. تمام. خلصنا كده سؤال 11. سؤال 12: مستويات عليا. تواجه الزراعة في الوطن العربي عدة مشكلات، حدد بعض المشكلات واقترح حلول لها. تمام. يعني هنكتب مشكلة ونكتب الحلول بتاعتها، زي مشكلة تذبذب الإنتاج الزراعي. تمام. مشكلة قلة استخدام الأساليب التكنولوجية، ومشكلة التصحر، مشكلة عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. دي المشكلات اللي احنا خدناها يا مستر. طب عايزين نقترح حلول ليها: توفير مياه الري واستخدام أساليب حديثة للري زي الري
بالتنقيط والري بالرش. تمام. استخدام الأساليب التكنولوجية، يبقى بدل قلة استخدام أقول له استخدام الأساليب التكنولوجية في الزراعة، وبدل عدم استغلال أقول له استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، وأقول له حل مشكلة التصحر. تمام. أو توفير مياه رية وأي كلام كده تكتبوه في مقترحاتك، إن شاء الله الدنيا تمام وهتاخدوا درجاتكم تمام. خلصنا الأسئلة العادية حبايب الطلاب، هنحل بقى الأسئلة اللي باللون الأصفر الذهبي اللي الدهب غالي خالص يا مستر وولع. أسئلة للتميز. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. العامل الرئيسي لقيام الحضارة ببلاد العراق منذ القدم، اللي هو الموقع ولا كثرة عدد السكان ولا المناخ ولا وجود الأنهار؟ طبعا وجود الأنهار اللي ساعدت على قيام الزراعة وبالتالي قيام الحضارة. بعد كده تعتمد الزراعة على الري من الأنهار بشكل أساسي بالجناح العربي الآسيوي في الأجزاء الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية ولا الغربية؟ طبعا الري من الأنهار ده موجود في العراق، والعراق تبع الأجزاء الشمالية، يبقى رقم 2 هنختار الشمالية. رقم 3 تتشابه الدولة الموضحة بالخريطة الدول الموضحة اللي هي ليبيا وتونس والجزائر. تتشابه الدول الموضحة بالخريطة المقابلة في اعتماد أجزائها الشمالية اللي هي مطلة على البحر المتوسط على أحد المصادر المائية الرئيسية في النشاط الزراعي وهي مياه الأمطار. يبقى الإجابة هنا الأمطار. خلصنا صفحة 21، هنروح إن شاء الله لصفحة 22. صفحة 22 أو رقم 22 السؤال 4. اختر، أعطيني خريطة لمصر وبيقول لي أي من البحيرات الموضحة على الخريطة المقابلة تعد الأهم بالنسبة لأمن مصر المائي، اللي هي فيها مية عذبة كتيرة ومخزنين فيها مية العذبة، اللي هي البحيرة دي يا مستر اللي هي الرقم 2. يبقى نختار باء اللي هي الرقم 2 اللي هي بحيرة ناصر أو تسمى ببحيرة السد العالي. خلصنا كده سؤال 4. هنحل سؤال 5. سؤال 5. اختر أكثر الدول العربية التالية التي تعاني من تذبذب الإنتاج الزراعي من عام لآخر، اللي هي بتعتمد بشكل كلي على أمطار، اللي هي ليبيا، لكن مصر فيها نهار والعراق نهار والسودان فيها برضو نهار. اللي هو نهر النيل. رقم 6. يرجع تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي إلى كثرة عدد خطوط الطول. لا يا مستر. دوائر العرض. أيوة يا مستر، لأن دوائر العرض بتؤدي إلى تنوع المناخ وبالتالي تنوع المحاصيل. خلصنا سؤال 13. هنحل سؤال 14. اكتب صواب أو خطأ مع التصويب. تمتلك كل الدول العربية العوامل البشرية؟ غلط، مش كل الدول العربية، خلي بالكم، وفي رؤوس الأموال مش موجودة إلا في بعض الدول اللي عندها رؤوس أموال، يبقى رقم 1 خطأ. رقم 2 تعتمد الزراعة في السودان وموريتانيا بشكل أساسي على مياه الأمطار. الزراعة في السودان وموريتانيا بشكل أساسي على مياه الأمطار. غلط، لأن السودان بتعتمد بشكل أساسي على الزراعة من نهر النيل، لكن موريتانيا جنوبها بيعتمد على مياه الأمطار، يبقى العبارة خطأ. خلصنا كده صواب وخطأ. هنحل السؤال اللي بعديه. ما تقييمك لمصداقية، يعني العبارة صادقة ولا غير؟ تتناقص مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي نتيجة لعوامل طبيعية وخرائط بشرية. طبعا العبارة صادقة. تمام. وهنكتب له بقى تتناقص هنا يقصد بيها مشكلة التصحر، يبقى هنكتب له أسباب التصحر اللي هي ومنها تفاوت كميات المطر والرعي الجائر وزحف الرمال وقطع الأشجار والإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة. السؤال اللي بعد كده. حدد وجه التشابه بين مناطق توطن الزراعة في مصر ومناطق توطن الزراعة في العراق. يعني هتلاقي زراعة تعتمد كلتا الدولتين على الأنهار، تمام، زي النيل في مصر وادي دجلة والفرات في العراق، والأمطار في الشمال. في مصر هتلاقي كده أمطار في الشمال، والعراق أيضا هتلاقي فيها أمطار في الشمال. تمام. ده بالنسبة لي رقم 16. خلصنا كده سؤال 16. هنحل سؤال 17. صنف كل مما يأتي حسب
مصدر المياه الذي تعتمد عليه الزراعة مستعينا بالجدول الآتي. طبعا ده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان. أول حاجة دلتا مصر، ده مياه أمطار يا مستر، يبقى نكتبها عند مياه الأمطار دلتا مصر. تمام. سواحل المغرب، احنا قلنا مياه الأنهار، عفوا دلتا مصر مياه الأنهار. سواحل المغرب هنكتبها عند مياه الأمطار. خلي بالكوا كده المستر بيجي في الآخر ويهرب شوية. بعد كده واحد سيوة جوفية، واحد سيوة مياه جوفية. السودان خدناها تبع الأنهار اللي هو النيل، نهر النيل. السعودية تعتمد على مياه جوفية صحاري. غرب بلاد الشام اللي هو المطل على البحر المتوسط أمطار، يبقى غرب بلاد الشام مياه أمطار. فخلي بالكم من الأسئلة دي. خلصنا سؤال 22. تمام، باقي لنا الامتحان. أكيد طبعا هتقول يا مستر حل الامتحان، فهنحل معاكم الامتحان بسرعة. أول سؤال سؤال الخريطة. تمام، يلا نركز. رقم 1 المحيط الأطلنطي، مش هنزعلكم هنحل الامتحان معاكم. رقم 2 خليج عدن، ده خليج عمان وده عدن. اللي فيه مشاكل هنا طبعا مشكلة اليمن، ادي اليمن اهيت، والمشكلة اللي أثرت على الدولة ديت. مين الدولة ديت؟ دولة مصر، وهنا مضيق باب المندب. المهم رقم 3 نهر نقط، فين 3؟ نهر النيل، احنا حافظينه يا مستر. رقم 4 دولة تقوم بها الزراعة على الري من الأنهار، اللي هي دولة العراق. رقم 5 منطقة تقوم فيها الزراعة على الأمطار. رقم 5 اللي هي سواحل دول المغرب أو الأجزاء الشمالية للوطن العربي. الأجزاء الشمالية عشان هو حدد ده كله، الأجزاء الشمالية للوطن العربي. تمام، اللي هي فيها إقليم مناخي بحر متوسط. خلصنا ألف في السؤال الأول. نحل بقى، اكتب صواب وخطأ. الأيدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة غلط من العوامل البشرية. الأيدي العاملة من العوامل البشرية. بعد كده يساعد تنوع المحاصيل الزراعية في تحقيق التبادل والتكامل. صواب. رقم 3 تتوفر التربة الخصبة في وطننا العربي حول مجاري الأنهار. صواب. بما تفسر تناقص مساحة الأراضي الزراعية، يعني حدوث التصحر بسبب، نكتب له بقى أسباب التصحر: تفاوت كميات الأمطار والرعي وزحف الرمال على الأراضي الزراعية والرعي الجائر وقطع الأشجار والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة اللي بتمتص الغذاء من التربة. السؤال الأخير في السؤال الأول، ده ما العلاقة بين عوامل قيام الزراعة وقيام الحضارة؟ تمام، أقول له أدى توافر عوامل قيام الزراعة إلى استقرار الإنسان، يبقى أدى توافر عوامل قيام الزراعة إلى استقرار الإنسان، وبالتالي قيام الحضارة في بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق. يبقى أدى توافر عوامل قيام الزراعة في بلاد ما بين النهرين اللي هي المياه العذبة والتربة الخصبة ووجود الأنهار، المياه العذبة في أنهار دجلة والفرات، إلى قيام الحضارة في بلاد ما بين النهرين. تمام، السؤال الأول خلصناه. نحل السؤال الثاني. ألف اختار الإجابة. تمتلك مصر الأيدي العاملة المدربة للزراعة، بينما تمتلك السعودية رؤوس الأموال. بعد كده تعتمد الزراعة فيها الواحات بالدول العربية بصورة أساسية. واحات يبقى المياه الجوفية. رقم 3 يقتصر الاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية في الزراعة بدولة نقط، يعني الدولة اللي فيها مياه أمطار ومياه جوفية بس. مصر دي فيها نهار يبقى ما ينفعش، السودان نهار ما ينفعش، العراق نهار، يبقى الإجابة ليبيا. ما النتيجة المترتبة على زيادة الحاجة للإنتاج الزراعي، اللي هي زيادة الطلب على المنتجات؟ طبعا توسع في الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسينه، العمل على تحسين المنتجات الزراعية. السؤال الأخير، ما مقترحاتك لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالوطن العربي؟ اللي هي استخدام الأساليب
العلمية توفير مياه ري أو إقامة مشروعات ري، تخزين مياه السيول. أي كلام تكتبوه في مقترحاتك إن شاء الله هيتحسب لكم صواب، مفيش أي مشاكل في مقترحاتك. خلصناها كده وخلصنا تدريبات أول درس جغرافيا من كتاب الامتحان 2024. أتمنى يا رب يكون الفيديو أعجبكم والفيديو أفادكم. منتظر إن شاء الله تعليقاتكم أسفل الفيديو، أي سؤال أو أي حاجة محتاجينها تكتبوها، أي مشكلة يعني بتواجهكم أنا معاكم إن شاء الله تعالى حبايب الطلاب لحد ما تفهموا مادة الدراسات وتحبوها. ودايما تعليقاتكم وكلامكم الجميل تاج فوق رؤوسنا بنفتخر بيه. بحبكم كلكم حبايب الطلاب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.